نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول مولى جل وعلا في كتابه الكريم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أعظم الأمور. ويقول جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إن هذه الحياة الدنيا عباد الله دار الاختبار ودار الابتلاء، فالعبد فيها مبتلى إما بالأمرار والأسقام، وإما بأعداء، وإما بهوى، وإما بنفس الإمارة بالسوء، وإما بالفقر أو غير ذلك مما لا يكاد يسلم منه أحد. ولذا يا معشر المسلمون شرع الله جل وعلا باب عظيم من أبواب الخير المسلمين، وهو ما يسعى به العبد لنفع إخوانه، وهو ما يسعى به العبد لنفع إخوانه من المسلمين. فقد أخرج إمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. ومن يسر عن مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالمسلم تحصل له من القربات وتحصل له من الآمات، وقد تحصل عليه نازلة. ومن تعاون معه من إخوانه من المسلمين من مد يد العون فإن هذا من أسباب التفريج كربة أنت أيها المسلمون. هذا من أسباب تفريج حمتك وحزنتك أنت أيها المسلمون. وجاء في صحيحين أن بقايا الزانية من بقايا بني إسرائيل سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها، غفر لها جريمة الشنعاء إياذ بالله، غفر لها هذا الذنب العظيم بما قدمت من عمل الصالحة بما سقيت حيوان، فكيف بمن يعين عباد الله. وقال أبو هريرة فيما أخرجه الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن الشوكة أزاحه من طرق المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق التمر. ومن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن كلمة الطيبة تتكلم بها
مع مسلم ابتسامك في وجه أخيك صدقة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه. أنواع النفع الناس في دينهم في دنياهم وأخراهم وتعليم كتاب الله جل وعلا، وتعليمهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفقيههم في دين الله جل وعلا. أنك تعلم مؤمن دينه الذي خلق من أجل أن يعبد الله عز وجل، فهذا أعظم ما يحتاج المسلم إلى شيء آخر وتعينه بما تقدر عليه. ولكن أعظم النفع للمسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا تعليمهم دين الله جل وعلا. لما سمع أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب رواية هذا الحديث، سمعه من عثمان مكث يعلم القرآن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قبر الله روحه. وكان يقول هذا الحديث أجلسني مجلسي هذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المسلم لا تعجز، استعن بالله واعلم. أيها المسلم لا تبخل على نفسك بالعلم الشريعة، فإن هذا أكبر حاجة أنت تحتاجها. حاجة لذلك أكبر وأعظم من حاجتك للطعام والشراب، فإن الله عز وجل تكفل برزقك قبل أن يخلقك. وقال سبحانه وتعالى في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. kowa musulmi a takaice huduba tana cewa Allah madaukakin sarki ya ce la tufla wannan fi amwalikum, Allah zai jaraba ku a cikin dukiyoyinku wa amfusakum da makashin kawunan. Bayan wannan wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum, za ku ji maganganu daga wanda aka ainihin baiwa littafi Yahudawa da Nasara, da kuma wa min allazina ashraku, da kuma wanda suka yi shirka, za su rika cutar da ku adan kasira, amma wa in tasiru wa tattaqu fa inna zalika min azamil umur. Mutum yayi hakuri da irin cutarwa da zai ci karo da ita wajen Yahudawa da wajen Nasara da wajen mushrikai. Amma Allah ya ce yanzu kuna tsammanin za a kyale ku ne bayan kun ce kun yi imani ba tare da an fitile ku da wasu abubuwa ba, a ce kawai shi kenan? Kuma ku sani wannan rayuwa ta nan duniyan nan bayan Allah da rayuwa ce ta itibar, wato ta gwaji, kuma rayuwa ce ta jarabawa. Akwai jarabawa da za ta rika faɗo ma mutum iri ko dai ya ga rashin lafiya ta kama shi mawuyaciya, kamar yadda muka ga Allah jaraba malamin shugaban mu jagora a cikin wannan tafiya ta mu a wannan gari. Allah ya bashi lafiya, Allah ya ƙaro mashi sauƙi. Za ka ga jaraba ta faru ta rashin lafiya da ko kuma ta abokan gaba, kamar yadda muke ganin ana zuwa ana kashe jama'a ba tare da wanda yake kashe kan ma bai san me kai mai ba, kai da ka kashe, kai da aka kashe baka san laifin da kai. Kaga fitina ce, shi yasa Allah ya ce za a gyale ku ba tare da an fitile ku ba. Wanda aka fitina, wanda fitina ta same shi yana buƙatar taimako, shi yasa
ko kuma Allah ya jarabi mutum da wani son zuciya ko wani zuciyar shi ta raya mashi wani abu wanda yake mummuna, shine amara da su, ko kuma Allah ya jefa mai wani talauci ya rasa yadda zai yi da shi, kullum yana kokarin fita amma Allah bai bashi iko ba. Irin wannan baya yiwa a ce wani mutum duka wayannan da na lissafa in bai samu ka ta wannan ba zai same ka ta wannan, in bai same ka ta wannan to ka gane cewa shauran yan uwanka ma irin wannan tana samun shi. To dan haka Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wasu babuka masu girma masu falala ta hanyar taimaka ma 'yan uwanmu wanda Allah ya jarabe su da irin waɗannan abubuwa, ko dai addu'a ko nuna musu tausayi ko nuna jin kai tare da su, ko da baka da abin da za ka taimake shi ka nuna kana cikin damuwar da ya samu kanshi cikin ka kai ma kana jiyayinta. Shi yasa Imam Muslim ya fitar da wani hadisi da ya samu daga Abu Hurairah yake cewa duk wanda ya yaye ma wani mutum wata damuwa kowace iri ce daga cikin irin damuwa wadda take samun dan adam a duniya, to shi kuma Allah ya lamunci cewa zai yaye mai damuwar da za a samu cikin damuwoyin da za a samu ranar alkiyama. Ko kuma duk wanda ya sauƙaƙa ma wani wanda yake cikin matsala aka sauƙaƙa mashi, to shi kuma Allah ya ce zai sauwaƙe ma mutum rayuwar nan a nan duniya da lahira, domin shi Allah yana cikin taimakon bawa shi ma damar bawan yana cikin ƙoƙarin taimaka ma ɗan uwan shi. Bukhari da Muslim sun fita wani labari da Annabi ya bada, ya ce akwai wata karuwa mazinaciya a Bani Isra'ila, kowa ya santa, amma sai ta shayar da kare ruwa, dabba ba fa mutum ba, dabba. Sai Allah ya mata godiya, guji ba Allah ya gode mata ya kuma gafarta mata. Shine an gafarta mata girman zina, amma Allah ya gafarta mata, Allah ya tsare mu. Yanzu idan da a ce wani dan adam ba dabba ba dan adam ta taimaka, to kuma ya za a yi da abin ya fi. Abu Hurairah ma ya fitar da makamancin wannan, ya ce ya ga Annabi yana ba da labari, ya ce ya ga wani mutum a aljanna yana takawa shi sai yanda ya so, gashi nan aljanna yana takawa cikin kaya masu alfarma. Ya ce kawai saboda ya gusar da wani icce ne, wani reshi da ya faɗo ya tsara hanya ya gusar da shi ma musulmai. Wannan shi ya dawo Annabi, aka nuna ma Annabi shi gashi nan yana tafiya yana takawa shi yadda ya gada. Shi yasa Annabi ya ce ku yi taimako, ku taimaka walau bi shiqqi tamri. Na ce shiqqi ana nihin koda da rabin dabino ka bada dan ka bada gudunmuwar taimako. In ma ba ka samu ba, ko bi kalimatin ba, kada ka yi wata mummunan magana, kai magana mai kyau, saboda magana mai kyau da za ka yi tana a matsayin sadaka. Kai ma baka iya magana, baka saki fuska ma mutane kowa ya ganka sharshar, kada ka zama da'iman ya zabi, ko da yaushe aka kalle ka a ga fuskar ka kamar kana fushi, to sakin fuska din shi ma sadaka. Bayan haka yan uwa musulmi, babban abin da za ka taimaki al'umman musulmi da shi ne ka koya masa addinin da za su yi, ka koya masa, in akwai dama da za ka iya taimaka masu ta wajen kuɗi ko ta wajen shawara, ko ka zaunar da su ka koya masu, shi ne babba a cikin taimakon da za ka yi ma, ka koya masu. Sannan ka koya masu sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ka fahimtar da su fiqhun addini, yadda za su fahimci addini su aiwatar da shi. Wannan shine babban al'amari, domin shi Allah ya halicci mutum ne don ya yi addini. Duk wani taimako da za ka yi mai bai kai ga wa'annan ka koya masa addini ba, ko mace ce ko namiji ko waye. Shi yasa aka ce akwai wani mutum, ko da tabi'i ne ko kuma sahabi, na manta daga ciki, ko da tabi'i ne ko sahabi, ana ce mai Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullahi bin Habib. Ya ji wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wanda yafi kowa alheri shine wanda ya koyi karatun Qur'ani, yaje yana koyarwa.
shi ya fi kowa alheri. Sakamakon haka sai ya zauna a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta karatu kuma yana karantawa. Shi yasa nake cewa ɗan uwa musulmi, kada ka gaza, kada ka kaman ba za ka iya, kada ka yi ma kanka ruwar neman ilimin addini, domin ilimin addinin nan shi ya fi bukatuwa a kanka fiye da ainihin neman abinci ko neman abin da za ka sha. Saboda me? Saboda ai Allah ya halice ka ne dan ka yi addini, idan haka shi tunda dan shi aka halice ka, to shi ne kowane, ba dan ka ci abinci ko dan ka sha ruwa ko dan ka sha wani abu ko ka sa wata sutura ba ne, dan ka yi addini. To shi ya zama addini shi ne babba, kuma taimakon mutum akan abin da ya shafi addini shi ya fi kowanne girma. Shi yasa Allah madaukakin sarki ce ba mu halicci mutum da aljani ba kawai idan su bauta mana. Ba wani abu ka zo yin duniya ba sai kai ma Allah bauta, inda aka ce ka yi kai, inda aka ce ka bari ka bari. Allah ya taimake mu. Ya ce ba yana neman wani arziki ba ne, arzikin ma a wajen Allah yake, ya riga ya shirya ma arzikin ka sannan ya shigo da kai duniya. Abinda ka ga baka samu ba dama bai cikin arzikin da Allah ya dora maka. Allah ya taimake mu. Allahumma a'idil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ibadakal mujahidin ya rabbal alamin. اللهم عليك بالكفرة الذين يؤذبون المسلمون، اللهم عليك بهم، اللهم خذهم من حيث لا يعلمون، اللهم فعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.